قبل ما نبدأ الفيلم حابب اعرفكم اني خلاص قررت ابدأ سلسلة اميرات ديزني زي ما طلبتم مني، والكل حب ان ابدأ السلسلة بحرية البحر اريال. بيبدأ الفيلم بسفينة في نص المحيط والصيادين اللي عليها بيفضلوا يصطادوا في السمك، وكمان بنعرف ان الامير معاهم على السفينة وبيكون اسمه عريق، وبيقول لهم ياه ده النهارده الجو حلو قوي، ده غير ان البحر هادي. فالمساعد بتاعه بيقول له قول كلام غير كده، والكائن ده بيقول للامير البحر هادي والجو جميل، يبقى اكيد الملك شيبان مزاجه رايق النهارده. فبيقول له يطلع مين ده كمان؟ فده بيقول له الملك شيبان هو اللي بيحكم المحيط ده كله باللي فيه. فالمساعد بتاعه بيقول له اوعى تصدق كلام الجرابيع دول، كل دي اساطير. فالقرصان ده بيقول له لاحظ ان كلامك جارح، وكمان الملك شيبان وحريات البحر موجودين ولكن في اعماق المحيط. ساعتها بنروح لأعماق المحيط اللي بيبقى فيه أسماك وحيتان، ومرة واحدة بنشوف حريات البحر. ساعتها بنعرف إن الأساطير طلعت حقيقية. المهم كل حريات البحر بيبقوا رايحين لمكان واحد واللي هو بيبقى أطلانتس. البتاع ده بيطلع وبيقول أحب أقدم لكم الملك شيبان، بيظهر والكل بيحييه وبيقول لهم أحب أقدم لكم أهم واحد النهاردة مساعد الملك عثمان. بيروح للملك وبيقول له أوعدك إن دي هتبقى أحلى حفلة عملتها في حياتي. فبيقول له هنشوف. فبيقول له مش محتاجة، بقول لك بناتك هما اللي هيغنوا النهارده. فبيقول له عندك حق يا عثمان، ده كفاية صوت اريال لوحدها. العرض بيبدأ والموسيقى بتشتغل وبنات الملك بتعرف الناس هما مين، وبيقولوا لهم كل ده كوم واختنا السبعة كوم تاني، واكتر واحدة فينا بتعرف تغني نحب نقدم لكم اريال. القوقعة دي بتتفتح والكل بينصدم لانها بتبقى فاضية. الملك بيتضايق جدا، وساعتها اريال بتبقى مع صاحبها فلتة وبتقول له بص السفينة دي مش بذمتك تحفة؟ فبيقول لها وماله يلا بقى نمشي. فبتقول له يا جبان. فبيقول لها انا مش جبان بس الجو هنا حر جدا. فبتقول له خلاص هدخل لوحدي بس خلي بالك من القرش. فبيقول لها خلصانه، انت قلتي قرش خديني معاكي. وبيقول لها اريال هو احنا فعلا ممكن نلاقي قرش هنا؟ فبتقول له مفيش الكلام ده. ساعتها بنشوف سمكه قرش بره السفينه. اريال وفلتة بيطلعوا الدور التاني، واريال بتشوف الشوكه دي وبتقول ازاي الناس دي بتعمل حاجات جميله كده. فبيقول لها بس يا ترى دي ايه؟ فبتقول له معرفش بس اكيد نورس يعرف. القرش بيعدي من وراهم، وفلتة بيقول لها هو انت سمعتي حاجه؟ ولكن بتفضل تلم شويه حاجات من المركب وبتطنشه، والقرش بيبقى ورا فلتة وبيكون لسه هياكله، ولكن فلتة بياخد باله وبيفضل يجري هو واريال من القرش. بيخرجوا من المركب ولكن برضه ما بيسيبهمش. فلتة بيتخبط في الخشبه دي وبيغمى عليه. اريال بتروح تجيبه والقرش بيهجم عليهم ولكن بيتحشر في الحديده دي. وفلتة بيقول له على فكره انا كنت ممكن اضربك بس علشان انت قرش قد ستي مش هكلمك. بيروح لنورس وبيقولوا له احنا لقينا شويه حاجات من السفينه. فبيقول لهم انا بعشق الحاجات دي. بيمسك الشوكه بيقول لهم دي حاجه مش عاديه، دي حاجه رهيبه جدا. فبيقولوا له هتقول دي ايه ولا نسيبك في الهطل ده ونمشي؟ فبيقول لهم دي اسمها شداده، البني ادمين بيستخدموها في تسريح شعرهم. الموضوع محتاج لفه من هنا على شده من هنا ودي النتيجه. اريال وفلتة بينبهروا وبيقولوا له طب دي ايه؟ فبيقول لهم انا بقالي كتير ما شفتهاش، دي اسمها مزاكه. زمان الناس كانت بتفضل طول اليوم تبص لبعض لحد ما زهقوا وعملوا المزاكة علشان تطلع موسيقى. واريال اول لما بتسمع كلمة موسيقى بتفتكر الحفلة، بتاخد الحاجة وبتسلم على نورس وبتاخدها جري. ساعتها بنشوف السمكتين دول بيراقبوها، وبنشوف ساحرة ما نعرفش عنها اي حاجة وبتكون شايفة اريال في اللؤلؤة دي وبتقول لها روحي يا حبيبتي للحفلة اللي عاملها بابا. على ايامي كانت فيه احلى الحفلات، ايام ما كنت قاعدة في القصر قبل ما تنفي وطرت بره المملكة، وكل ده بسبب الملك شيبان. وبتقول المساعدين بتوعها عاوزاكم تراقبوها كويس جدا وما بتكونش ناوية على خير. ساعتها الملك بيفضل يزعق لاريال وبيقول لها انت اكتر واحدة مستهترة شفتها في حياتي. وعثمان بيقول له اديها يا حاج، وبيفضل يقوم الدنيا ما بينهم لحد لما فلتة بيجيب اخره وبيروح يزق عثمان وبيقول لهم دي مش غلطتها. في الاول القرش هجم علينا، حاولنا بس معرفناش، كنا خلاص بس ربنا سترها. وفي الاخر رحنا لنورس. فالملك بيتضايق وبيقول لهم نورس يبقى طلعت على السطح تاني، مش حذرتك كتير؟ فبتقول له ما حصليش حاجه. فبيقول لها البني ادمين همج وممكن يخلصوا عليكي في اي وقت. فبتقول له لا مش همج. فبيقول لها انا عارف انا بقول لك ايه، انت لسه صغيره ومش فاهمه حاجه. فبتقول له انا مش صغيره انا عندي 16 سنه. فبتقول له طب ممكن تسمعني؟ ما بيديهاش فرصه تتكلم فبتعيط وبتمشي. وعثمان بيقول له بنات اخر زمن. فالملك بيقول له تفتكر اني زودتها مع اريال المره دي؟ فبيقول له طبعا لا، عارف دي لو بنتي كان زماني جلدتها ومش هخليها تطلع على السطح تاني. فبيقول له عندك حق يا عثمان، اريال عاوزه حد يعرفها الصح من الغلط، حد يبقى معاها على طول. فبيقول له هو ده الكلام. فالملك بيقول له انت اللي هتعمل كده. ما يعرفش يقول له حاجه فبيسيبه وبيمشي. وهو ماشي بيشوف اريال
فلتة وهما ماشيين، وبيقول يا ترى هما ناويين على ايه. فبيفضل ماشي وراهم لحد لما بيزق الصخرة دي وبيدخلوا جوه الكهف. فعثمان بيجري بسرعة علشان يلحقهم وبيدخل وراهم الكهف، وبينصدم اول لما بيشوف الكهف كله مليان بحاجات البني ادمين. بيكتم بقه، واريال بتكون متضايقه جدا بسبب اللي عمله ابوها معاها، وبتقول لفلتة ازاي في ناس بتعمل حاجات جميله زي دي ويبقوا وحشين. واريال بتبدا تغني وبتبقى نفسها تخرج بره المحيط وتعيش مع البشر وتتعلم كل حاجه هما بيعملوها، وكمان يبقى عندها رجلين وتفضل تتمشى في الشوارع. الاستاذ عثمان بيبقى سامع كل الكلام ده وطبعا ما بيبقاش عاجبه، بيروح لها وبيقول لها ايه الحاجات دي كلها. فبتقول له عثمان انت ايه اللي جابك هنا؟ فبيقول لها ردي على قد سؤالي. فبتقول له دي مقتنياتي. فبيقول لها دي حاجه جميله خالص، عارفه لو ابوك عرف المكان ده هيعمل فيكي ايه؟ فبيفضلوا يتحايلوا عليه علشان ما يقولهوش، ولكن مره واحده بيلاقوا حاجه معديه من فوقيهم. فاريال بتقول تفتكروا ده ايه؟ بتروح وراها وبتشوف السفينه دي واللي عليها بيحتفلوا. بتقرب منهم اكتر وبتشوفهم بيرقصوا وبيحتفلوا لان النهارده عيد ميلاد الامير عريق. الكلب ده بيشم ريحه غريبه فبيقرب من اريال وبيشوفها، ولكن الامير بينادي عليه وبيفضلوا يلعبوا هما الاتنين. واريال بتفضل مركزه مع الامير، واخد بالك انت؟ نورس بيقطع عليها اللحظه وبيقول لها بتعملي ايه هنا؟ ايه ده انت بتتجسسي عليهم. فبتقول له يا عم وطي صوتك، اصل انا عمري ما شفت بني ادم من قريب كده، مش بذمتك الواد قمر؟ فبيقول لها تصدقي عندك حق، بس مش تلاحظ انه عنده شعر كتير؟ فبتقول له اسكت خالص. مساعد الامير بيسكتهم وبيقول لهم احب اقدم للامير هديه عيد ميلاده الغاليه والكبيره جدا. بيشيل الحته اللي عليها وبيبقى عامل له تمثال على شكله. عريق ما بيعجبوش الهديه ولكن ما بيرضاش يكسفه، وبيقول له ايه الفخامه دي؟ فبيقول له مع اني كان نفسي تبقى هديه جوازك بس انت مش موافق. يا جدع ده انا اخر مره جبت لك الاميره اللي في البلد اللي جنبنا وبرضه رفضتها. فبيقول له يا عم دي كانت شبه جانب بنت ويليام شحاته، انا اكيد هلاقي البنت اللي هحبها، بس هي فين انا لسه ما اعرفش، واليوم اللي هلاقيها هيبقى اجمل يوم في المملكه. واريال بتبقى سامعه كل الكلام ده، ومره واحده في عاصفه بتشتغل والجو بيتقلب والموج بيبقى زي الجبال. البرق بيضرب في الشراع وبيولع في السفينه، الكل بينط منها والتمثال بتاع عريق بيقع في المحيط. وبعد لما بيسيبوا السفينه الامير بيكتشف ان الكلب بتاعه لسه على السفينه، فبيرجع بسرعه وبيمسك الكلب وبيكون راجع، ولكن رجله بتتحشر في الخشب فبيرمي الكلب والنار بتمسك في البارود والسفينه بتنفجر. ولكن اريال بتروح لهناك وبتفضل تدور عليه لحد لما بتلاقيه بيغرق، فبتطلعه وبتفضل تعوم لحد لما بتخرجه بره المحيط. واريال بتفضل قاعده جنبه علشان تطمن عليه. نورس بيروح لها فبتقول له هو مات، فبيسمع رجله وبيقول لها ادعي للمرحوم. فبتقول له بس ده بيتنفس وكمان ده شكله جميل قوي. بتفضل بقى تغني وبتتمنى انها تقضي عمرها كله معاه. عثمان بيروح لها وبينصدم من اللي بيسمعه. الامير بيبدا يفوق وبيسرح في صوت اريال وهي بتغني، ولكن الكلب بتاع عريق والمساعد بتاعه بيكونوا جايين. فاريال بترجع تاني للمحيط. المساعد بيقول له الحمد لله انك لسه عايش. فبيقول له في بنت انقذتني من الموت، وكمان بتغني وصوتها حلو جدا. فبيقول له ده انت شكلك شربت ميه كتير جدا، يلا بينا نرجع للقصر. وعثمان بيقول لها احنا لازم ننسى ان كل ده حصل، لان لو الملك عرف هيخلص علينا. واريال ولا هنا، وبتفضل مركزه مع عريق. ومين بقى اللي بيبقى مراقب كل ده؟ الساحره اللي شبه الاخطبوط دي. وبتقول انا مش مصدقه نفسي، بنت الملك بتحب بني ادم؟ لا ومش اي بني ادم، ده امير وقريب جدا هتبقى من ضمن الحيوانات الاليفه بتاعتي، وشكلها كده مش ناوي على خير. المهم اخوات اريال بيقولوا لها اطلعي بقى انت جوه من الصبح. بتطلع وبتقول لهم حبوا بعض الدنيا جميله، وبتفضل تغني وبتسيبهم وبتمشي. فابوها بيقول لهم هي اريال مالها؟ فدي بتقول له انت مش واخد بالك، دي شكلها كده بتحب. وبنشوف عثمان وهو بيقول يا رب عديه على خير، ده الملك لو عرف اللي حصل مش هيخلي فيها حد. واريال فوقيه بتقول بيحبني ما بيحبنيش. فبيقول لها يا بنتي فوقي بقى. فبتقول له انا لازم اشوفه تاني، اكيد نورس عارف مكانه. فعثمان بيقول لها مفيش الكلام ده، انت بيتك هنا وما ينفعش تمشي. وبيبدأ بقى يغني ويعرفها ان المحيط احلى وان احنا بره هنتشوي ونتقلي. وفي وسط كل ده فلتة بيروح لاريال وبيقولها تعالي ورايا بسرعه انا محضر لك مفاجاه. فبتسيب عثمان يغني مع نفسه وبتمشي، ولما بيخلص ما بيلاقيهاش. فبيقول لازم حد يربط البت دي في حته. ساعتها البتاع ده بيروح له وبيقول له الملك عايزك ضروري. فعثمان بيقول في سره هو لحق عرف. بيروح له وبيقول له انا بطاطا تحت رجليك. فبيقول له انا الفتره الاخيره لاحظت ان اريال بتتصرف
بتتصرف بطريقه مش كويسه. فعثمان بيقول له ازاي يعني؟ فبيقول له بتسرح كتير وبتفضل تغني، هو انت مخبي حاجه عني؟ فبيقول له حاجه زي ايه يعني؟ فبيقول له انا حاولت امنعها ولكن ما سمعتش كلامي، قلت لها تبعد عن البني ادمين دول بتوع مشاكل. فبيقول له بني ادمين؟ فبيقول له بني ادمين؟ مين جاب سيره البني ادمين؟ انت جبت سيره البني ادمين؟ الملك بيقفشه، وساعتها بنشوف فلتة وهو بيوري اريال المفاجاه اللي هو جابها لها، واللي بتطلع في الاخر تمثال الامير عريق. فبتقول له يا ابن الايه يا فلتة، جبته ازاي ده؟ وبتقول يا لو الامير يعرف انا بحبه قد ايه. بتلف فبتلاقي ابوها قدامها وبيقول لها انا طول عمري ما شفتش حد في المحيط كسر القواعد بتاعتي، واعرف ان في الاخر بنتي انقذت بني ادم من الغرق. فبتقول له انا كنت بساعده، انت ما تعرفهوش كويس. فبيقول لها انا اساسا مش عايز اعرفه، كلهم شبه بعض، وبيفضل يشتم فيهم لحد لما بتقول له بس انا بحبه. فبيقول لها يبقى مفيش حل تاني غير ان امنعك بالقوه، وبيبدا يكسر كل حاجه اريال كانت مجمعاها، وفي الاخر بيكسر التمثال واريال بتكون في منتهى الحزن. عثمان وفلتة بيحاولوا يهدوها ولكن بتقول لهم سيبوني لوحدي، وبتفضل تعيط. ساعتها برضه بنشوف مساعدين الساحره وهما بيراقبوها، ولكن المره دي بيروحوا لها وبيقول لها يا مسكينه انت شكلك عندك مشكله كبيره جدا، احنا نعرف طريقه تبقي مع الامير للابد. فبتقول لهم ازاي؟ فبيقولوا لها اصوله تقدر تعمل اي حاجه. فبتقول لهم انتوا تقصدوا ساحره البحر؟ لا ده مستحيل اقرب منها، واقول لكم على حاجه انتوا كمان امشوا من هنا. فبيقولوا لها براحتك وبيسيبوها وبيمشي، ولكن اريال بتفكر شويه وبتقول لهم استنوا. ساعتها عثمان وفلتة بيكونوا مستنيينها بره، ولكن بيشوفوها خارجه ولكن مع السمك. فعثمان بيروح لها وبيقول لها انت ازاي تمشي مع الاشكال دي، وكمان انت رايحه فين؟ فبتقول له انا رايحه لأرسولا. عثمان بيسمع الاسم وبيقول لها بلاش دي شطانه. فبتقول له خلاص روح قول لبابا، ما انت مش فارق غير في كده. ما بيعرفش يعمل ايه، فبيقول لفلتة يلا نروح وراها. بيفضلوا ماشيين لحد لما بيوصلوا للمكان ده. اريال بتكون خايفه ولكن بتدخل، وبتترعب اكتر لما بتشوف الكائنات دي وهي داخله. فأرسولا بتنادي عليها وبتقول لها ادخلي يا حبيبتي، اظن كده انك جيتي هنا علشان بتحبي الامير. بصراحه عندك حق. الساحره بتحط روج وبتقول لها علشان تبقوا مع بعض لازم تبقي بني ادمه زيه. فاريال بتقول لها انت تقدري تعملي كده؟ بتضحك الضحكه دي وبتقول لها طبعا اقدر، وبتبدأ بقى تغني وبتقول لها أنا فعلا زمان كنت شريرة بس كل ده راح خلاص، وبتعرفها إنها بقت تعمل خير كتير، يعني التخين ترفعه والجبان تشجعه، ولكن لو ما دفعوش التمن بتحولهم للكائنات اللي انت شفتيها بره. وبتقول لها خدي عندك الاتفاق ده، أنا هديكي وصفة تحولك لبني آدمة لمدة 3 أيام، وفي غروب شمس اليوم الثالث لازم تكوني خليتي الأمير يعترف لك بحبه، أو على الأقل يديكي الأمارة، ومش أي أمارة، ولو عمل كده قبل ما المهلة تخلص هتفضلي بني ادمه على طول، اما بقى لو ما حصلش هترجعي حريه بحر وهتبقي ملكي. عثمان بيحاول يحذرها ولكن الاسماك بتمسكه، والساحره بتقول لها بس احنا لسه ما اتفقناش على الثمن. فاريال بتقول لها بس انا ما عنديش حاجه. فبتقول لها لا عندك، انا عاوزه منك صوتك. فبتقول لها صوتي؟ طب ازاي هخلي الامير يعجب بيا؟ فبتقول لها عندك عيون وشكلك جميل، واوعي تنسي التعبير الحركي، وبتعرفها ان الرجاله بيكرهوا الرغي، وبتبدا تعمل الوصفه علشان تقنع اريال، وبتقول لها لو انت موافقه امضي هنا. اريال بتفكر في الامير فبتمضي، والساحره بتفرح جدا وبتاخد منها صوتها، وبعد كده بتحولها لبني ادمه. وعثمان وفلتة بياخدوها بسرعه للشط علشان تتنفس. ساعتها الامير عريق بيبقى واقف على الشط هو وماكس الكلب بتاعه، وبيقول انا مش قادر انسى البنت اللي انقذتني ولا حتى صوتها الجميل، بس انا دورت عليها في المملكه كلها وبرضه ما لقيتهاش. وبنشوف اريال بعد ما طلعت على الشط وشافت رجليها وبتكون مبسوطه جدا. نورس بيروح لها وبيقول لها بقالي كتير ما شفتكيش، ايه ده في حاجه غريبه فيكي؟ ايوه انا عرفت، يا بنتي الايه انت غيرت تسريحه شعرك؟ فعثمان بيقول له يا غبي الساحره خدت صوتها واديت لها رجلين. فبيقول له يا عم كنت هعرف لوحدي. وفلتة بيقول لهم احنا قدامنا 3 ايام بس علشان الامير يحبها. فعثمان ما بيعرفش يعمل ايه، فبيقرر يروح ويقول كل حاجه للملك شيبان، ولكن اريال بتوقفه وبتتحايل عليه ما يعملش كده. فبيقول لها خلاص هساعدك علشان ترجعي سمكه من تاني ولا اكن حاجه حصلت، ولكن بيلاقيها زعلت. فبيقول لها خلاص هساعدك عشان تلاقي الامير. بتفرح جدا، والبتاع ده بيقول لها اسمعي لو عاوزه تبقي بني ادمه لازم تلبسي زيهم. بيخلص وبيقول لها الامير لو شافك هيغمى عليه.
ساعتها الكلب بتاع الامير بيحس ان في حد قريب، بيفضل يجري لحد لما بيلاقي اريال. الامير بيروح وراه وبيشوف اريال ولكن ما بيعرفهاش، وبيقول لها حقك عليا لو الكلب ضايقك ولا حاجه. بيركز شويه وبيقول لها شكلك مش غريب عليا، هو احنا اتقابلنا قبل كده؟ فبتقول له ايوه اتقابلنا. فبيقول لها ايوه انت اللي بدور عليها، ده انا دورت عليكي في كل مكان، هو انت اسمك ايه؟ فبتشاور له انها ما بتعرفش تتكلم. فبيقول لها يبقى مش انت اللي انا اقصدها. فبتحاول تشرح له الساحره عملت فيها ايه ولكن بتقع، وهو قال ايه بقى بيمسكها وبيفضلوا باصين لبعض. وبيقول لها ياه انت شكلك اتبهدلت جدا، تعالي معايا وانت هتبقي كويسه. وبنشوف الست دي وهي بتحميها وبتاخد اللبس اللي كانت لابساه علشان تغسله، واللي بيبقى فيه عثمان ولكن بيعرف يهرب وبيدخل الاوضه دي، واللي بيطلع في الاخر المطبخ وبيشوف شويه مناظر مش الطف حاجه للاسماك. ساعتها مساعد الامير بيقول له مفيش بنت جميله هتنقذك وبعد كده تختفي. فبيقول له انا باكد لك انها موجوده ولما هلاقيها هتجوزها على طول. اريال بتدخل عليهم وعريق بيسرح في جمالها وبيقول لها شكلك تحفه، والمساعد بيقعدها على السفره علشان تاكل، ولكن اريال اول لما بتشوف الشوكه بتاخدها وبتصرح بيها. الاتنين بيستغربوا فبترجعها مكانها. تسكت على كده وتبطل فضايح؟ لا، دي بتاخد البتاع دي منه علشان تعزف بيها، بتنفخ وبتبهدله. فالمساعد بيقول صدق اللي قال، الشكل مش كل حاجه. الامير غصب عنه بيضحك وبيقول له حقك عليا. فالمساعد بيقول لها يا كراميلا الشيف عامل ايه النهارده؟ فبتقول له النهارده يوم مميز علشان كده عامل كابوريا محشيه. ساعتها عثمان بيكون شايف الشيف وهو بيطبخ ولكن مش بيطبخ زي البني ادمين، لا ده بيعذب السمك. وفي كل ده عثمان بيحاول يستخبى منه ولكن في الاخر بيشوفه وبيقول انا ازاي نسيته. بياخده يتبله وبيحشيه وبيرميه في الحله، ولكن عثمان بيعرف يخرج منها تاني. فالشيف بيمسكه وبيقول له انت ازاي لسه عايش؟ فعثمان بيقرمه من مناخيره. الشيف بيشخصنها معاه، بيمسك السكاكين دول وبيرميها عليه، ولكن عثمان بيدلق عليه الاكل وبيفضلوا بقى يدشوا في بعض لحد لما كراميلا بتسمع صوت التكسير. فبتقول لهم ثواني وراجعه لكم. بتروح للشيف بتلاقيه مكسر المطبخ كله وبيدور على عثمان، بتزعق له وبتاخد الاكل وبتسيبه وبتمشي. ساعتها المساعد بتاع الامير بيقول له انت لازم تاخد الاموره دي وتفرجها على المملكه. فبيقول له كنت بتقول حاجه؟ فبيقول له حقك يا عمي ما تسمعنيش، دي البت بتنور. فالامير بيقول لها ايه رايك تيجي تتمشي معايا شويه في المملكه؟ فبتقول له طبعا. الاكل بيتحط واريال بتشوف عثمان في طبق المساعد، فبتقول له تعالى هنا بسرعه. اليوم بيعدي على خير وبنشوف اريال واقفه وبتبص على الامير، ولكن اول لما بيبص لها بتدخل جوه. وعثمان بيقول لها انا يتحط لي خص في قفايا؟ واريال ولا هنا، كل اللي شاغلها السرير بتاع البني ادمين ده. وعثمان بيفضل يقول لها تعمل ايه بكره مع الامير؟ بيبص لها فبيلاقيها نايمه، فهو كمان بيطفي النور وبيروح في النوم. ساعتها البتاع ده بيروح للملك وبيقول له احنا دورنا في كل حته في المحيط وبرضه ما لقيناش اريال ولا عثمان. فبيقول له دوروا تاني، محدش ينام في المملكه غير لما تلاقوهم. الصبح بيجي والامير بياخد اريال وبيتمشوا في المدينه، واريال بتبقى عاوزه تعرف كل حاجه هي بتشوفها. فلتة بيقرب منهم وبيقول لعثمان اداها الاماره؟ فبيقول له لسه. نورس بيروح لفلتة وبيقول له لسه، فبيقول له لسه. والامير بيغلط غلطه عمره وبيقول لاريال خدي سوقي انتي. العشم بياخدها وبتطير بالحصان. والغريبه بقى ان هو بيبقى مبسوط بكل حاجه اريال بتعملها. وفي اخر اليوم بيركبوا مركب صغير في النهر، ونورس بيقول لفلتة كل ده ولسه ما ادالهاش الاماره؟ ده فاضل يوم واحد بس، انا لقيتها، هما محتاجين موسيقى رومانسيه وودي يا عم نورس. فالامير بيقول لاريال الطائر ده شكله بلع زلطه ولا حاجه، واريال ما بتبقاش عارفه تعمل ايه. فعثمان بيقول كل حاجه لازم اعملها بنفسي، بيخلي الحيوانات تعمل الموسيقى وهو بيغني وبيهيئ لهم الجو على الاخر. والامير بيكون لسه هيديلها الاماره ولكن بيرجع تاني وبيقول لها تعرفي انا كل ده ما اعرفش اسمك، خليني اخمن، مثلا دينا، ساره. فعثمان بيقول له يا عم اريال. فبيقول لها اريال اسمك حلو قوي. وعثمان بيرجع يغني من تاني وكل الحيوانات بتساعده، بيظبطوا الدنيا على الاخر وخلاص بيكون هاي. ولكن المركب بيتقلب بيهم، واللي بيبقى عملوا كده هما مساعدين أرسولا، وبتقول لهم برافو عليكم يا اولاد. وبتقول انا مش عارفه اعمل ايه مع البت دي، بتعمل تعويذه وبتبدا تغير شكلها. ساعتها الامير بيبقى واقف بيعزف، والمساعد بتاعه بيروح له وبيقول انا عاوزك تسمعني كويس، بدل ما تحب بنت مش موجوده اساسا، حب واحده حقيقيه وطيبه وجميله. بيشاور له على اريال، فبيقرر يسمع كلامه ويروح يعترف لاريال بحبه. ولكن بيسمع صوت واحدة بتغني، بيبص بيلاقيها ماشية على الشط، بيركز شوية مع صوتها وزي ما تقولوا كده سحرت له. وتاني يوم نورس بيروح لاريال وبيقول لها يا ناسية اللي هنا، احنا اخيرا نجحنا. فعثمان بيقول له مش طالباك.
فبيقولوا المدينة كلها بتقول ان الامير هيختار عروسته النهارده. ما تخافيش يا اريال، هحضر فرحك. اريال بتفرح جدا وبتاخدها جري للامير، ولكن بتلاقيه واقف جنب بنت تانية، والمساعد بتاعه بيقول له اخيرا لقيت البنت الغامضة بتاعتك، بس فعلا تستاهل كل اللي انت عامله علشانها. فالامير بيقول له انا عاوز اتجوزها النهارده باي طريقة. واريال بتبقى واقفة سامعة الكلام ده كله، وبنعرف ان البنت دي هي الساحرة وواخدة صوت اريال. وفي نهاية اليوم بيركبوا المركب ده علشان يعملوا الفرح، واريال بتقعد على الشط وبتكون في منتهى الحزن وبتفضل تعيط. ساعتها نورس بيشوف مركب الفرح ماشية، فبيروح علشان يشوف اريال، ولكن بيشوف البنت دي، واول لما بتبص في المراية بيشوف شكلها الحقيقي وبيعرف ان دي هي ساحرة البحر. بيروح لاريال وبيقولها اللي مع الامير دي هي الساحرة. عثمان بيقول له انت متأكد؟ اريال ما بتستناش وبتنط في المية، وفلتة بيشدها بالبرميل ده، وعثمان بيقول انا هروح للملك شيبان لازم يعرف كل حاجة. وبيقول لنورس عطل الفرح على قد ما تقدر، فبيقول له ثق فيا. بينادي على كل الكائنات اللي يعرفها وبيروحوا ناحية المركب، والامير بيكون ماشي هو والساحرة والكلب الوحيد اللي بيبقى عارف ان دي هي الساحرة. المأذون بيقول لعريق تقبل تتجوز جميلة؟ فبيقول له ايوه طبعا، والساحرة بتبقى مسيطرة عليه. بيكون لسه هيكمل، ولكن نورس وباقي الحيوانات بيوصلوا وبيبدأوا يكسروا في الفرح ويضربوا في العروسة، بيرموها على التورتة وبيطفوا عليها. الكلب بيجيب اخره فبيروح يعضها في الشنطة، فالقوقعة اللي في رقبتها بتقع تتكسر، والصوت بيرجع لإريال من تاني، والسحر اللي كان معمول للأمير بيتشال. بيروح لإريال وبيقولها ايه ده انت بتتكلمي؟ يبقى انت اللي انقذتيني. فبتقول له اخيرا عرفت. بيكون لسه هيديها الأمارة، ولكن الشمس بتروح وإريال بتبدأ تتحول. فالساحرة بتقول له اتأخرت قوي، وبتتحول لشكلها الطبيعي. الكل بيخاف منها، ولكن الساحرة بتاخد إريال وبتنزل المحيط، وبتقول لإريال مش انت المقصودة. الملك شيبان بيوقفها، فبتقول لها هو ده. فالملك بيقول لها سيبي إريال علشان ما اخلصش عليكي. فبتقول له مستحيل، احنا ما بيننا اتفاق. فالملك بينصدم، وإريال بتقول له صدقني ما كنتش اعرف. فالملك بيحاول يدمر الاتفاق، ولكن ما بيحصلوش حاجة. فالساحرة بتضحك وبتقول العقد ده قانوني ولازم يحصل. اي نعم كان نفسي في حد تاني، بس نقول ايه؟ بس تعرف انا ممكن ابدلها بحد احسن. ريك بياخد المركب وبيقول هي ضاعت مني مرة ومش هسيبها تضيع مني تاني. إريال بتبدأ تتحول، ولكن الملك شيبان بيمضي على العقد، وبتحول هو عبد عند الساحرة. بتاخد التاج والرمح بتاعه، وبتكون لسه هتخلص على إريال، ولكن عريق بيرمي عليها الرمح ده، فبتخلي المساعدين بتوعها يمسكوه، وبتكون لسه هتخلص عليه. فإريال بتشدها، فالساحرة بتموت المساعدين بتوعها، وبتكون في منتهى الزعل عليهم. وإريال بتاخد الأمير وبيطلعوا فوق، ومرة واحدة بيلاقوا الساحرة كبرت حجمها، وبتقول لهم خلاص دي نهايتكم. المحيط وكل اللي فيه دلوقتي بقى ملكي. بتخلي البحر يتقلب والموج يبقى زي الجبال، وبتعمل دوامة في المحيط كبيرة جدا، لدرجة ان المراكب اللي كانت غرقانة بتطلع تاني. وعريق علشان ينقذ نفسه من الغرق بيركب واحدة منهم، والساحرة بتحط إريال في نص الدوامة، وبتكون لسه هتخلص عليها، ولكن عريق بيضربها بسن المركب في بطنها، فالساحرة بتموت وبتاخد المركب معاها. وهو بيكون طلع على الشط، وبما ان الساحرة ماتت فكل العبيد اللي كانوا عندها بيرجعوا تاني لشكلهم الحقيقي. والملك هو كمان بيرجع وبيلبس التاج وبياخد الرمح بتاعه. بيطلع على الشط فبيلاقي إريال مستنية الأمير يفوق، فبيقول له عثمان دي فعلا شكلها بتحبه بجد. فبيقول له انا كنت دايما بقول لك سيبها تعمل اللي هي عاوزاه. فبيقول له يا كداب. فبيقول له ما تكسفنيش بقى. فبيقول له انا متهيألي ان احنا لسه عندنا مشكلة. فبيقول له هي ايه؟ فبيقول له إريال هتوحشني جدا. بالرمح بتاعه بيحولها لبني ادمه، وكمان بيلبسها فستان، بتجري على الامير، واخيرا بيديها الاماره، وانت لو هتموت قدامي مش هوريها لك. المهم بيتجوزوا وكل المملكه بتبقى مبسوطه جدا، ده حتى حريات البحر بتبقى مبسوطه هي كمان. وإريال بتودع فلتة ونورس، وعثمان بيكون مبسوط جدا، ولكن الشيف بيلمحه من بعيد، بياخدها جري وراه بالسكاكين، ولكن عثمان بيقطع الحبل ده وبيوقع عليه الخشبه بيكسر له اسنانه. بينط تاني في المحيط وبيكون مبسوط جدا. واخيرا إريال بتودع ابوها وبتعيش هي والامير في سعاده. بعد اللي حصل في الجزء الاولاني، وهو ان الملك شيبان حول إريال لبني ادمه، واتجوزت هي والامير عريق، وعثمان اخيرا جاب حقه من الشيف وكاله علقه موت. بيبدأ الجزء التاني بإريال وهي ماسكة بنتها وبتغني لها، وبنعرف ان اسمها ميلودي، بس هنسميها الأميرة لان اسمها مش ألطف حاجة. وايوه لحقت تخلفها. الأمير بيروح لها وبيقولها انت لسه ما خلصتوش، احنا كده هنتأخر. فبتقول له اعتبرني خلصت. بيطلعوا بره وبنعرف ان هم رايحين زيارة للملك شيبان. السمكة دي بتسمعهم وبتنزل تقول لهم إريال جاية، فبيقولوا لها إريال جاية. عثمان بيسمع الخبر فبيطلع العدة وبيخليهم يعزفوا، وهو بيبدأ يغني، بيهيئ الجو على الآخر، وحريات البحر بتطلع عند
السفينة. نورس بيجي وفلتة وعثمان بيوصلوا، واريال بتقول لبنتها ده العالم التاني بتاعنا اللي هيبقى جوه المحيط. الملك بيحضر وبيشوف حفيدته وبيكون متأثر جدا، وبيقول لهم انا شكلي كبرت ولا ايه وبقى عندي حفيدة. الكل بيهيص والملك بيقول لهم سكوت. بيقرب من الأميرة وبيقول لها السلسلة دي من دلوقتي بتاعتك علشان عمرك ما تنسي انك واحدة من المحيط. بيفتح السلسلة وبيبقى جواها صورة لمملكة أطلانتس، ومرة واحدة ايد بتطلع من المحيط وبتاخد الأميرة وبتطلع الأخطبوطة دي. عثمان بيصرخ وبيقول دي أختي أورسولا. الملك بيقول لها سيب البت يا مرجانة علشان ما خليكيش تحصلي أختك. فبتقول له مين البت ده؟ أنا هعملها كويس خالص. بعد ما خلصتوا على أختي ما عملتوش حسابكم إن في شيطانة مش هتخليكوا تعرفوا تناموا الليل. بتنادي وبتقول دوامة. فبيطلع القرش الكبير ده من المحيط، ومرجانة بتقول للملك هتجيب الرمح ولا خلي دوامة ياكلها؟ فبيقول لها أنا تحت أمرك في كل حاجة، بس أبوس إيدك ما تأذيش الأميرة. فبتقول له خلصانة، أنا هاخد الرمح وهرجع حق أختي وبعدها هحكم المحيط ده كله وباللي فيه. اريال بتفكر وبتاخد السيف بتاع عريق وبتقطع الحبل ده، فالشراع بيطير مرجانة بعيد. الأميرة بتكون لسه هتقع والقرش هياكلها، ولكن الملك بيحول القرش لسمكة صغيرة أي حد ممكن يضربها عادي. وعريق بيمسك الحبل وبينط وبيجيب بنته، ومرجانة بتقول لهم دي لسه البداية مش أكتر. الملك بيقول لهم امسكوها. بتعمل حاجة مش لطيفة في المية بتسودها وبتختفي هي وكل مساعدينها. والملك بيقول للكل مفيش راحة لأي حد في المحيط غير لما نلاقي الشيطانة دي ونمسكها. بيرجعوا للشط وبيقول لهم محدش عارف مكانها. اريال بتقول له يبقى ما قدامناش غير ان احنا نبعد الأميرة عن مرجانة، ولحد لما تلاقوها الأميرة مش هتنزل البحر ولا حتى انا كمان. فلتة بيقول لها بس يا اريال. فبتقول له ما قداميش حل تاني. بترجع السلسلة لابوها وبتقول له احنا مش هنعرف الأميرة اي حاجة عن أطلانتس ولا حتى عن حريات البحر. الملك بيكون في منتهى الحزن وبيقول لعثمان خلي بالك منها. فبيقول له انا تاني. اريال بتمشي والملك بيكون مش عارف هيعمل ايه، وبيكون في منتهى الزعل لانه مش هيشوف حفيدته تاني. بيرمي السلسلة في المحيط وبيمشي. وبعد فترة بنعرف ان هم عملوا سور كبير بين القصر والمحيط. ساعتها المملكة كلها بتبدأ تحضر لعيد ميلاد الأميرة، واريال بتسأل كراميلا وبتقول لها ما شفتش الأميرة؟ فبتقول لها لا يا مولاتي. بتروح للمطبخ وبتقول له يا لوي ما شفتش بنتي؟ فبيقول لها لا بس عملت تورته فخمة على الآخر. بتسيبه وبتمشي. ساعتها بنشوف عثمان وهو ماشي وبيكلم نفسه وبيقول قال ايه خد بالك منها يا عثمان، وانا عجزت خلاص. الكابوريا اللي زي دلوقتي زمانها دلوقتي بتتفسح. بيشوف الأميرة بتلعب مع الدولفين فبينادي عليها ولكن بتكون طلعت. فبيقول ايه الإحراج ده؟ بيروح وراها فبتقول له ازيك يا عثمان. فبيقول لها ازيك يا أستاذة، مش عارفة ان انت وراكي حفلة ومتأخرة عليها؟ بتنط في البحر وبتغرقه وبتقول له حقك عليا. فبيقول لها يا ست انا كام مرة اقول لك ممنوع تعومي بره السور؟ فبتقول له يا عم مش بايدي، انا بعشق حاجة اسمها البحر. وبتسيبه وبتمشي. فبيقول هتطلع لمين يعني؟ بتنزل وبتفضل تجمع في القواقع والدولفين ده بيساعدها. بتكون راجعة ولكن بتلاقي حاجة بتلمع فبتروح لها وبتاخدها، وبتكون دي السلسلة بتاعت أطلانتس. ساعتها بنروح للقطب الجنوبي وبنعرف ان مرجانة عايشة هناك، وبتقول له صدقني يا دوامة المرة دي ظبطت التركيبة. فبيقول لها انت قلتي كده المرة اللي فاتت واللي قبل اللي فاتت واللي قبل اللي فاتت، ووش فضل وارم اسبوعين. فبتقول له يا عم اثبت بس. بترمي عليه التركيبة وبيفضل يكبر ولكن مرة واحدة بيتحول لجمبري، واللي بعدها بيتحول لحلزون. بيفضل على كده لحد لما بيرجع زي ما كان. مساعدينها بيضحكوا. فمرجانة بتقول انا قدراتي اضعف من انها تغلب الرمح. فدوامة بيقول بس أورسولا كانت تقدر. فبتقول له انت قلت ايه؟ فبيقول لها مفيش. بترزعه بالإزازة وبتقول له امي دايما كانت شايفة ان أورسولا احسن مني، كانت طول الوقت تقول لي ليه ما طلعتيش زيها، شوف هي بتعمل ايه. بترمي النجمة دي وبتبقى على صورة أورسولا وبنعرف انها بتعزها قوي. دوامة بيقول لها انا ماليش فيه، بسببك بقيت كده وبرضه بسببك استخبينا في الكهف ده 12 سنة. فبتقول له انت كده هتجيب الضرب لنفسك على فكرة. ومرة واحدة البلورة دي بتشتغل وبتكون فيها الأميرة، ومرجانة بتكون شافتها لانها مسكت السلسلة. وبتقول اخيرا لقت السلسلة، ولما تعرف اللي فيها هيبقى في اسئلة كتير محيراها، وساعتها نقدر نجيبها لحد هنا وهنقدر نهزم شيبان، وهقدر اخيرا اعمل حاجة أورسولا معرفتش تعملها. وبيفضلوا يهيصوا. ساعتها الاميرة بتقول لعثمان هي ليه امي ما بتحبش المحيط، وازاي في حد يكره حاجة جميلة زي كده؟ بيعمل نفسه عبيط وبيقول لها معرفش. فبتقرب منه وبتقول له اقول لك على سر. فبيقول لها
بتقولي؟ فبتقول له ساعات بتخيل نفسي كحرية بحر. وهي بتقول انا نفسي امي تخليني انزل المحيط براحتي. فنورس بيقول لها هنروح بعيد ليه؟ طب ما تروحي وتقولي لها. فعثمان بيقول له يا غبي، اقصد يعني انها مش هتقول لها انها نزلت من وراها. فبيقول له يا عم سيب البت على راحتها. فبيقول له انت لو ما سكتش هخلص عليك. بتفتكر الحفله فبتاخدها جري للقصر وبتشيل الحديده دي وبتعدي وبتحطها تاني وبتفضل تتسحب لحد لما بتدخل جوه القصر. بتخبط في العيال دي وبتقول لهم ما خدتش بالي وبتسيبهم وبتمشي. فبيفضلوا يتريقوا عليها والبت دي بتقول لهم انا سمعت انها بتكلم الاسماك، ولكن الاميره بتكون لسه واقفه وسامعه كل حاجه. بتزعل وبتمشي. واريال بتروح ناحيه الميه وبتكون مفتقده ابوها جدا. بص يمين وشمال وبتقلع الجزمه وبتلمس البحر لاول مره من سنين. بنتها بتقول لها انت بتعملي ايه عندك؟ فبتقول لها ولا حاجه انا طالعه لك دلوقتي. بتسمع الكلمه دي وبتجري تلبس بسرعه ومن غير ما تاخد بالها بتربط عثمان في الفستان بتاعها. اريال بتروح لها وبتبدا تسرح لها والامير بيروح لهم وبيقول لهم المعازيم كلهم مستنيينكم تحت. فاريال بتقول له خلاص قربنا نخلص. بيسيبهم وبيمشي. واريال بتلاحظ ان الاميره زعلانه. فبتقول لها هو في حاجه مضايقاكي؟ فبتقول لها هو انا لازم احضر الحفله؟ فبتقول لها اكيد ده عيد ميلادك. فبتقول لها اصل الكل هنا بيتريق عليا اكني من كوكب تاني. فبتقول لها تعرفي وانا من سنك كده كنت عامله زي السمكه اللي بره الميه. فبتقول لها ده اكيد مستحيل، انا خايفه اتلخبط وابوظ الحفله والكل هيضحك عليا. اريال بتروح لها وبتقول لها انا حاسه كده ان في حاجه تاني مضايقاكي، فلو عاوزه تقولي لي على اي حاجه انا سامعاكي. فبتقول لها يعني مش هتزعقي لي؟ فبتقول لها لا. فالاميره بتقول لها انا في حاجه كده عاوزه اقولها لك بس ما تتخضيش ودي هتخليني مبسوطه طول حياتي. وبتكون خلاص هتقول لها ولكن الامير بيقول لهم خلصتوا ولا لسه؟ فاريال بتقول لها يلا دلوقتي علشان الناس مستنيانا ونبقى نتكلم بعدين. بينزلوا. مساعد الامير بيقول للناس احب اقدم لكم الاميره الصغيره. وهي نازله من على السلم بتقول امي عندها حق، انا مع الوقت هقدر اندمج مع الناس دول. وعثمان بيكون بيتخانق وراها. الكائن ده بيروح لها وبيقول لها تسمحي لي بالرقصه دي. امها القدوه بتقول لها روحي يا حبيبتي. بتروح وبيبداوا العزف. الاميره بتكون خايفه في الاول ولكن بعد كده بتندمج. عثمان بيجيب اخره والكائن ده بيمسكها. فعثمان بيقرمه. بيفضل يصرخ وبيرمي عثمان على الكيكه فبيبوظها وهو بيتقلب في الارض. فالاميره بتجري وبتقول له انا اسفه جدا. فالكائن ده بيقول لها ولا يهمك. بيلف فبيلاقيها بتكلم عثمان. الكل بيفضل يتريق عليها والشيف بيشوف عثمان وبيقول له هو انت؟ ده انا هنفخك. وبيفضل يجري وراه. الدنيا بتتقلب والحفله بتبوظ. الاميره بتشوف الناس وهي بتضحك عليها فبتعيط وبترجع اوضتها. بتفضل زعلانه لحد لما بتشوف السلسله. بتمسكها ولكن مره واحده امها بتدخل عليها وبتقول لها ما تزعليش نفسك كل حاجه هتعدي. فبتقول لها انا دايما بحس ان في حاجه غلط. اريال بتقول لها مفيش الكلام ده وبتفضل تتكلم ولكن الاميره بتمسح التراب اللي على السلسله وبتلاقي اسمها مكتوب عليها. بتفتحها وبتقول لامها دي اطلانتس، دي طلعت حقيقيه وكمان في حوريات البحر. اريال بتاخد منها السلسله وبتقول لها انت لقيتيها فين؟ فما بتردش عليها. فبتعرف انها عادت السور. فبتقول لها انت عارفه كويس انك ممنوع تنزلي المحيط. فبتقول لها ايوه عايزه افهم ليه بقى وليه السلسله دي مكتوب عليها اسمي؟ انت اكيد مخبيه حاجه عليا. اريال بتزعق لها وبتقول لها انت لو قربت من المحيط تاني هحبسك في القصر طول العمر. وبتعرفها ان البحر مش امان عليكي. فبتقول لها وانت عرفتي منين؟ ده انت عمرك حتى ما نزلتيه. بتاخد منها السلسله وبتسيبها وبتمشي. الامير بيروح لاريال وبيقول لها كان لازم يجي اليوم وتعرف فيه كل حاجه. فبتقول له عندك حق انا كان المفروض اقول لها من زمان. ساعتها عثمان بيقعد مع الاميره وبيقول لها مش عاوزك تضايقي نفسك وما تشغليش بالك باي حاجه. بيبص لها فبيلاقيها بتركب المركب ده. بيقول لها انت رايحه فين؟ فبتقول له انا لازم انا افهم كل حاجه وطالما ما حدش هيعرفني حاجه يبقى لازم اعرف بنفسي. بيحاول يمنعها ولكن بتزقه وبتكمل. مورجانا بتبقى شايفه كل الكلام ده وبتقول لدوامه وباقي المساعدينها روحوا هاتوها. ساعتها عثمان بيجري على اريال وبيقول لها بنتك راحت المحيط. اريال بتسمع الكلام ده وبتتجمد مكانها. ساعتها دوامه بيروح للاميره وبيقول لها لو عايزه تعرفي كل حاجه عن السلسله دي يبقى مفيش غير مورجانا. فبتقول له خلاص يلا نروح لها. فبياخدها وبيمشوا. وبعد فتره بتصحى بتلاقي نفسها في مكان كله متجمد. بتدخل جوه الكهف ده وبتكون خايفه جدا بس مورجانا بتقول لها اهلا بالغاليه اتفضلي ده مكانك شكلك جعانه استني كده ايه رايك في الاكل ده؟ الاميره بتشوف الاكل وبتقول لها انا لسه واكله والله. المهم انا عاوزاكي تفهميني ايه السلسله دي لان امي مش راضيه تفهمني. فمورجانا بتقول لها مش لوحدك اللي امك ما بتفهمكيش انا اكتر واحده حاسه بيكي. نرجع للمهم. انت اسمك اتكتب على السلسله علشان مصيرك جواها. بتفتح السلسله والاميره بتقول لها تقصدي ايه؟ فبتقول لها يعني من جواكي اكتر من
من انسانه عاديه. فبتقول لها ده مستحيل. فبتقول لها مفيش حاجه اسمها مستحيل. فالاميره بتقول لها يعني تقدري تحولين لحوريه بحر؟ فبتقول لها بصباعي الصغير ده. فدوامه بيقول الكلام مش بفلوس. مورجانا بتروح تجيب الازازه دي. فدوامه بيقول اكسير اورسولا كنت مخبياه فين؟ فبتقول له خليك في حالك. بتنزل نقطه على الاميره وبتفضل تضحك، والاميره بتبدا تتحول لحوريه بحر. بتفرح جدا وبتنط في الميه وبتفضل تلعب. ودوامه بيقول لمورجانا يعني كل ده الاكسير كان معاكي واستخسرتيه فيا؟ فبتقول له ما تصدعنيش، خلي عينك على الاميره. ساعتها اريال بتروح للمحيط وبتقول لابوها انا خايفه على الاميره جدا. فبيقول لها ما تخافيش، المحيط كله بيدور عليها. فعريق بيقول لها انت لازم ترجعي للمحيط انت كمان، انت اكيد عارفه البحر كويس وانا هفضل اراقب من هنا. بتقتنع بكلامه وبتقول كل ده غلطي، انا كنت فاكره ان هقدر ابعدها عن المحيط. بتودع عريق وابوها بيحولها لحوريه بحر. ساعتها الاميره بتكون بتلعب ومبسوطه جدا، ولكن بتخبط في كلب البحر ده. المهم بتفضل تلعب مع السمك وهي بتغني وبتكون مبسوطه جدا لانها اخيرا هتنزل المحيط براحتها. واريال هي كمان بترجع لمكانها وبتبدا بقى تفتكر كل ذكرياتها وكل اللي كانت بتعمله زمان. والاميره بيكون نفسها ان اريال تبقى معاها، واريال الناحيه التانيه بتتمنى انها تكون جنب الاميره وهي هتقول لها وتعرفها كل حاجه. المهم الاميره بتجري على مورجانا وبتحضنها وبتقول لها انا مش عارفه اشكرك ازاي. فمورجانا بتعمل نفسها بتعيط ودوامه بيعيش الدور هو كمان. فالاميره بتقول لها في ايه بس؟ فبتقول لها سامحيني ما كانش فيه اكسير كفايه علشان تفضلي حوريه بحر على طول. فبتقول لها علشان خاطري مش عاوز ارجع تاني بني ادمه، مفيش اي طريقه تاني؟ فبتقول لها لا مستحيل، مفيش اي حاجه تاني، لا في طريقه واحده بس هتبقى خطيره جدا. فبتقول لها انا هعمل اي حاجه. فبتقول لها يبقى لازم نرجع شوكتي السحريه، بس في واحد ابن حرام سرقها ومش عارف ارجعها منه. فالاميره بتقول لها انا هقدر ارجعها بس وعديني انك تخليني حوريه بحر على طول. فبتقول لها لا دي مهمه مستحيله وانا خاف عليكي بقى، بس طالما انت مصره يبقى مفيش مانع، دي خريطه لاطلانتس. فالاميره بتقول لها يعني طلعت حقيقيه ومش اسطوره؟ فبتقول لها طبعا، المهم هتلاقي هناك الشوكه هتسرقيها وتجيبها لي. فبتقول لها اعتمدي عليا. بتسيبها وبتمشي ومورجانا ما بتكونش ناويه على خير. ساعتها الاميره بتكون فوق الحوت ده وبتراجع الخريطه، ولكن الحوت بيعطس وبيطيرها بعيد. الخريطه بتقع وبتتكسر. فالاميره بتجري عليها وبتقول هروح اطلانتس ازاي دلوقتي، ولكن بتسمع صوت واحد بيطلب المساعده. بتركز شويه فبتلاقي البطاريق دي عاوزه تنقذ البطريق الصغير قبل ما القرش ياكله. الاتنين دول بيقولوا في حد عايز مساعده يبقى مفيش غيرنا المغامرين. فالبطاريق بيقولوا اي حاجه الى الخنزيرين دول. بينزلوا على البطاريق والبتاع ده بيقول اخيرا هنبقى ابطال وهننقذ الناس. بيكونوا خلاص هيمسكوا البطريق الصغير وبيقول لهم 1 2، ولكن بيشوف القرش بياخدها جري لفوق وبيوقع كل البطاريق في الميه، والبطريق الصغير بيرجع لامه. القرش بيهجم عليهم ولكن جبل التلج بيقع عليهم، ولكن مفيش حد فيهم بيحصل له حاجه. والبتاع ده بيقول الحمد لله ان المهمه نجحت، ولكن ام البطريق بتقول لهم انتم ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ فالخنزير ده بيقول لهم احنا كنا بنحاول نبقى ابطال. فبتقول له ابطال؟ انتوا كنتوا هتموتونا كلنا. وبيفضلوا بقى يتريقوا ويضحكوا عليهم. فبيسيبوهم وبيمشوا وهم في الطريق. الاميره بتقول لهم لو سمحت، فبيتخضوا وبيخافوا. فبتقول لهم ما تخافوش مني، مش هعمل لكم حاجه. فالبطريق بيقول لها نخاف؟ ده احنا بندور على اي حاجه في الارض. فبتقول لهم طب انتوا اسمكم ايه؟ فده بيقول لها انا اسمي داش وده اسمه لبه. فلبه بيقول له يا غبي كشفت شخصيتنا الحقيقيه. فبيقول له انت هتعمل لي فيها مهم. فالاميره بتقول لهم انا لازم امشي دلوقتي علشان عايز اروح. فداش بيقول له شفت هتمشي بسببك. فبيقول له بسببي انا؟ تلاقيها قرفت من ريحه بقك. فبيقول له ما تخلينيش اطف عليه. فبيقول له ما تقدرش. فبيقول له ليه؟ ما عنديش بق. الاميره بتهديهم وبتقول لهم انتوا كبرتوا الموضوع قوي، انا بس كنت عاوزه اعرف الطريق لاطلانتس. فبيقولوا لها اشمعنى؟ فبتقول لهم في حاجه اتسرقت من صاحبتي وانا لازم ارجعها. فلبه بيقول لها ربنا معاكي ابقي اتصلي بينا. ولكن داش بيقول لها احنا هنوصلك. فبتقول له بجد؟ فلبه بيقول له مش ناقصه عبط. فبيقولوا دي فرصتنا علشان نبقى ابطال. فبيقول له ما بدهاش يلا بينا. وهم في الطريق بيفضلوا يغنوا وان هم قد ايه شجعان وقلبهم ميت. بيروحوا للسفينه دي وبيفضلوا يهزروا ويلعبوا. بيكملوا طريقهم والاميره بتندمج معاهم وبتفضل هي كمان تغني. وبعد مده بيوصلوا لاطلانتس والاميره بتقول دي فعلا طلعت حقيقيه. ساعتها مورجانا بتبقى شايفاها وبتؤمر المساعدين بتوعها يروحوا وما يخلوش حد يعرف هي مين. واريال بتبقى بتتكلم مع ابوها وبتشوف فلتة فبتجري تحضنه، ولكن بيصرخ وبينادي على ابوه. بيجي وبيقول في ايه؟ فاريال بتقول له انا اسفه افتكرت حد تاني. فبيقول لها اريال انا فتله. بتحضنه وبتقول له شفت اديك كبرت وبقيت بكرش ازاي؟ فبيقول لها نعمل ايه؟ طب على فكره انا سمعت اللي حصل للاميره. فبتقول له انا محتاجاك تبقى معايا. فبيقول لها تقدري تعتبريني ديلك اليمين. الاميره بتفضل تتمشى في اطلانتس وبتكون مبسوطه جدا. بتخبط في البتاع ده فبتقول له انا اسفه. فبيقول لها ما يتهيأليش اني شفتك قبل كده، انت
اسمك ايه؟ فبتقول له مل، ولكن ما بتكملش. صحابه بيجوا وبيقول لهم احب اقدم لكم مل. فبيقولوا لها تحب تخرجي معانا؟ فبتقول لهم طبعا، ولكن لبه بيقول لهم مفيش اي فسح هنا، بيتك. وبياخد الاميره وبيمشي. بيروحوا لبيت الملك شيبان وبيكونوا مبهورين من جماله. بيتسحبوا لحد لما بينزلوا تحت الترابيزه دي. الاميره بتشوف الملك وبتقول لهم هو ده الحرامي، بس استنوا، ده شكله زعلان، وكمان ده مش شكل حرامي خالص. فلبه بيقول لها علشان محترف. بيشوفوا الرمح والملك بيكون ماسك صوره الاميره، وبنعرف هو ليه زعلان. بيقوم وبيقول للكل الحريات مفيش وقت للاكل، الكل يروح ويدور عليها. الاميره بتستخبى ورا الشجره دي، والملك بيشوف الترابيزه وهي بتتحرك، لان داش ولبه بيكونوا خايفين منه جدا. لبه بيقول لداش لو دي النهايه فانا مش عاوزك تزعل مني علشان بتريق على ريحتك المعفنه. فداش بيقول له وانا كمان مش عاوزك تزعل مني عشان بقول ان ريحه بقك مقرفه. الملك بيكون لسه هيشيل الترابيزه، ولكن الكائن ده بيروح له وبيقول له بنتك رجعت. الاميره بتجري وبتكون لسه هتاخد الشوكه، ولكن بتبدا تفكر شويه. الملك بيكون راجع فبتاخد الشوكه، ولكن السلسله بتاعتها بتقع منها. بياخدوا الشوكه وبيمشوا، واريال بتقول له الحق يا بابا الشوكه اتسرقت. فعثمان بيقول ده مستحيل، محدش يقدر يشيلها من مكانها. فاريال بتشوف السلسله وبتقول ازاي الاميره قدرت توصل لهنا. فالملك بيقول لها لو الشوكه وقعت في ايد مورجانا كلنا هنموت، وبيخلي الحراس يدوروا عليها في كل مكان. اريال بتشوف الاتنين دول وبتقول انا عارفاهم كويس، وبتروح وراهم. وعثمان بيقول ما انا لو كنت خدت بالي من الاميره بدل ما انا مقضيها رغي ما كانش كل ده حصل. وساعتها داش ولبه بيكونوا مبسوطين جدا لان هم اخيرا فلحوا في حاجه. بيلاقوا الاميره زعلانه فبيروحوا لها وبيقولوا لها مالك في ايه؟ فبتقول لهم كل الفتره اللي فاتت دي اطلانتس كانت جنب بيتي وانا ما اعرفش. فلبه بيقول لها هو ده بيتك؟ فبتقول له كان. فبيقول لها بس فخم قوي. بيكملوا طريقهم وبيقولوا لها بس احنا الثلاثه عاملين فريق ما حصلش، بعد لما تبقى حريه بحر على طول مش هنسيبك ابدا. دوامه بيروح لهم فبيفتكروه قرش وبيطلعوا يجروا. ودوامه بيقول لها يا بنت اللعيبه انت عرفتي تجيبي الشوكه دي، مورجانا هتفرح قوي. ساعتها اريال بتفضل تمشي ورا الاتنين دول لحد لما بيوصلوا للكهف بتاع مورجانا. فاريال بتقول لفالتا روح عرف الملك ان احنا لقينا مكان مورجانا وانا هحاول الاقي الاميره. فبيقول لها استحاله اسيبك تدخلي لوحدك. فبتقول له طب مين اللي هيروح؟ نورس بيروح لهم وبيقول لهم انتوا بتدوروا على حاجه ولا ايه؟ فاريال بتقول له انت اللي هتروح للملك. ففالتا بيقول لها ما لقيتيش غير ده. ساعتها مورجانا بتقول للاميره انت عرفتي تجيبي الشوكه؟ ده انا كنت خايفه عليكي جدا، هاتي بقى الشوكه. اريال بتروح لها وبتقول لها اوعي تديها لها. والاتنين بيستغربوا ان هما بقوا حريات بحر. فمورجانا بتقول للاميره يلا مفيش وقت هاتي الشوكه. فالاميره بتقول لاريال يعني كل الفتره دي كنت مخبيه عليا انك حريه بحر؟ وطبعا مورجانا ما تتوصاش وبتفضل تسخن ما بينهم. فاريال بتقول لها دي كدابه، انا عملت كل ده عشان احميكي منها. فبتقول لها قصدك علشان تحبسيني، خلاص الوقت فات. بتدي الشوكه لمورجانا ومورجانا بتقول اخيرا السبع بحار بقوا تحت امري. بتمسك اريال وبتقول للاميره امك كانت بتحميكي كل ده مني انا، بس تعرفي هي ما ربتكيش علشان ما ينفعش حد يسرق الشوكه بتاعت جده. فبتقول لها هو ده كان جدي؟ يعني انت كدبت عليا؟ فبتقول لها شفت الدنيا، انت كنت عاوزه تبقي حريه بحر يبقى لازما تدفعي الثمن. بتحبسها هي وفالتا في المكان ده وبتقفل عليها بالتلج. وبتقول لها انا حاسه اني ناسيه حاجه، افتكرت وقتك وانت حريه بحر قرب يخلص. وبتسيبها وبتمشي. وطبعا دوامه طالع عينه علشان ترجعه تاني لسمكه كبيره، والاميره وفالتا ما بيقدروش يكسروا التلج. ساعتها داش ولبه بيكونوا قاعدين وبيقولوا احنا ملناش عازه، احنا مجرد دود ماشي على الارض. فلبه بيقول بس لسه عايشين. فداش بيقول له انت بتسمي دي عيشه؟ احنا ما بنعملش حاجه غير ان احنا بنجري من كل حاجه واي حاجه. فلبه بيقول له يبقى خلاص لا نفضل عايشين كده، لا نجمع شجاعتنا وندخل نضربهم كلهم. فبيقول له علشان نبقى المرحوم داش ولبه. فبيقول له عندك حق. بيشوفوا فيه دوشه جايه من الكهف فبيخافوا على الاميره جدا وبيقرروا ينقذوها. ساعتها مورجانا بتطلع من الكهف بتاعها وبتقول رحبوا بالملكه الجديده. ساعتها نورس والامير عريق بيوصلوا، ولكن مورجانا بتقول مين الامير عريق ده؟ انا كنت مستنياك من زمان. بتوقع الجبل ده عليهم وبتكسر لهم السفينه، ولكن محدش بيحصل له حاجه. الملك شيبان بيوصل وبيقول لها سيبي اريال يا مورجانا وترجعي لي الاميره وتسلمي لي الشوكه بتاعتي، وانا هوعدك اني هفكر اسامحك. فبتقول له خوفتني، اخرك هتعمل ايه يعني؟ هتحدفني بالكابوريا؟ فدوامه بيقول له اعترف انها راحت عليك يا شيبان. فعثمان بيجري وراه علشان يضربه، ولكن مورجانا بتضربه بالشوكه وبترجعه لحجمه من تاني. والامير عريق بيقول لها فين بنتي؟ فبتقول له ما تستعجلش هتروح لها. والمساعدين بتوعها بيسحبوه لتحت. فنورس بيشد شعر مورجانا فاريال بتعرف تهرب منه وبتروح لعريق. وعثمان بيعض المساعدين وداش ولب
ولبة بيدخلوا الكهف، ولكن دوامة بيجي من وراهم وبيقول لهم انتوا رايحين في حتة. فلبة بيقول له جدي زمان ساب هنا نص كابوريا اسألك فيهم. فداش بيقول له هو احنا لسه هنتكلم، خش عليه، وبيجري عليه يضربه. فلبة بيقول الواد ده لا بقى شجاع لا شارب حاجة. الشمس بتبدأ تروح والأميرة بتتحول لبني آدمة ما بتكونش قادرة تاخد نفسها، وفلتة بيحاول يكسر التلج ولكن بيجيب آخره وبيقع في الأرض. وداش ولبة بيحاولوا يعملوا أي حاجة مع القرش لحد لما يسحبوا الأميرة وبيعرفوا يكسروا التلج، وبيمسكوا الأميرة وبياخدوها جري لحد لما يوصلوا للشط، وبيشوفوا إريال وهي بتحاول تفوق عريق. وعثمان بيربط مساعدين مرجانة في الصخرة دي، ومرجانة بتبدأ تعمل لها مملكة من التلج وبتخلي الكل ينحني ليها. ده حتى الملك غصب عنه بيسمع كلامها. الأميرة بتشوف كل اللي بيحصل فبتجري وبتفضل تتسحب لحد لما بتقرب من مرجانة. ساعتها مرجانة بتقول أخيرا كل أمنياتي اتحققت، ودلوقتي هثبت لأمي إني أحسن من أرسولا. ولكن الأميرة بتاخد الشوكة من مرجانة وبتقول لها متهيألي دي بتاعت جدي، وبترمي الشوكة للملك شيبان. مرجانة بتزقها من فوق ولكن داش بيمسكها، والملك شيبان بيقول لها ولا انتي ولا عيلتك كلها تقدر تأذي عيلتي تاني، وبيقابليني بقى لو خرجت من سجنك. بيجمدها وبيرميها في نص المحيط، وبكده مرجانة راحت ومش راجعة. الأميرة بتروح وبتتأسف لإريال ولكن بتقول لها أنا اللي غلطانة، كان لازم أعرفك كل حاجة من زمان. الملك بيروح لها فبتاخده بالحضن، فبيقول لها لأني ما عنديش أغلى منك هعمل لك اللي انت عايزاه، لا تبقي حرية بحر وتعيشي معانا في أطلانتس لا ترجعي تاني البيت. فبتفضل تفكر شوية وبتقول له أنا عندي فكرة أحسن بكتير. بتمسك الشوكة وبتشيل السور اللي حوالين القصر، الكل بيكون في منتهى السعادة، وإريال بترجع لها السلسلة وبينزلوا هما الاتنين البحر. وحاجة كده مش مهمة، البتاع ده بيخبط في الأميرة وقال إيه ما كانش واخد باله، والأميرة بتقول للعيال اللي كانت بتتنمر عليها تعالوا علشان نلعب سوا، وبتكون مبسوطة جدا. المهم يعني إن الكل بيفرح إن السور اتشال وخلصوا من شر مرجانة وهيقدروا ينزلوا البحر في أي وقت.